هاي هاي هاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس أولا أستغفر الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم حبيت لكم شو هو المسلسل التركي اللي عن جد بيستحق المشاهدة. بس أنا اخترت لكم اثنين طبعا مسلسلات 2025 اللي حبيتهم. هاد رأيي الخاص، أوكي أصدقاء وصديقات، بس كتير حبيتهم عن جد. المسلسل الأول أصلا حكيت لكم عنه، عملت لكم فيديو منفصل عليه وعلى كل شيء كل شيء كل شيء عنه، اللي هو هذا البحر سوف يفيض. مو يبيض، يفيض. هي هذا خطأ من عندي. عن جد حلو، حلو، أنا كتير حبيته. هذا المسلسل هو النمبر وان عندي هلأ. أنا بنتظر الحلقات وحدة بوحدة، عن جد عم موت لحتى انتظر يوم الجمعة لحتى ينزلوا الحلقة اللي بعدها. قصة المسلسل كتير حلوة. بتدور أحداث المسلسل في البحر الأسود. بتعيش عائلتين، عائلة فورتانا وكوتشاري. صراع كتير 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 كبير من هن من اللي كانوا صغار على السلطة طبعا والميراث، لأنه بدهم عائلة بس بتحكم في المكان. فشخصية إلين الغامضة أول شيء، هدول الاثنين هن الشخصيات الرئيسية. كانوا بيحبوا بعض. هاي من عائلة كورتانا، هيك اسمها والله نسيت، فورتونا، أنا كتير بنسى الأسامي. وهو من عائلة كوتشاري. فمع الأسف قصة حبهم يعني كيف بيقولوا الحب المستحيل. بس هن حبوا بعض وتزوجوا في السر. فلما تزوجوا في السر طبعا كتير مشاكل صاروا، كانوا رح يهربوا، بس مع الأسف العائلة تبع البنت يعني كمشوها وقالوا لها فين فين حبيبتي. بس مع الأسف كانت هي حامل. كانت حامل ببنت اسمها إيلينا، نوت إيلين، يعني أنا ليش بكتب هيك غلط؟ أوكي رح صلح جايز. ف هاي البنت لما يعني ما قالت للبطل إنها كانت حامل، لأنه لما قفشوها العائلة تبعها قالوا لها رح تتزوجي ابن عمك قسرا، لأنه هن ما كان على بالهم إنهم متزوجين إلا بعد. فمع الأسف تزوجت ابن عمها وتركته لحاله، هو ما عرف ولا شيء، وأصلا ما عرف إنها حامل. والبنت تبعهم هاي إلينا عطوها، عائلتها عطوها لشخص في اليونان، أو لمرأة ورجل في اليونان. فهي عاشت هونيك طول حياتها إلى أن كبرت لوصلت لعمر 20 أو 18. حتى أبوها المتبنية توفى وترك لها رسالة وقال لها إنه أبوك وأمك مو نحن الحقيقيين، بس لا، أبوك وأمك بيكونوا في تركيا في البحر الأسود. فهي نزلت للبحر الأسود لحتى تلاقيهم. بس مين بتلاقي أبوها، بس ما بتعرف إنه أبوها عم بيساعدها لحتى تلاقي مين، أمها. أوه ماي جاد، المسلسل عن جد كتير حلو جايز، كتير 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 حلو. أنا بنصحكم لحتى تتفرجوا فيه كتير. أوكي، المسلسل التاني باي ذا واي، لو بدكم تتفرجوا فيكم تجوا لهون، نحط لكم الرابط طبعا. فيكم تجوا لهون، بتكبسوا هاد